السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان اعلان بسيط معمول عشان يزود المبيعات ينتهي بكارثة حقيقية، بان في ناس تموت وفي شركات تتدمر وبلد كاملة تدخل في فوضى. اللي حصل في الفلبين سنة 1992 لما شركة بيبسي قررت تطلق حملة اعلانية ضخمة كان من اغرب واخطر الكوارث اللي شافها عالم التسويق. في الفيديو ده هنحكي الحكاية كاملة، بس لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في أوائل التسعينات الفلبين كانت عايشة في أوضاع اقتصادية صعبة. نسبة الفقر كانت عالية والبطالة بتزيد والناس كانت بتدور على أي فرصة تغير بيها حياتها، وفي وسط ده كله بيبسي كانت بتحاول تكبر حصتها في السوق لأن كوكاكولا كانت متفوقة هناك. فقرروا يعملوا ضربة تسويقية كبيرة، مش إعلان تلفزيون ولا لافتات في الشوارع، قرروا يعملوا لعبة أرقام فيها جوائز كبيرة جدا والناس هتضطر تشتري فعلا عشان تكسب. بيبسي أطلقت حملة اسمها نمبر فيفر. ببساطة كل زجاجة بيبسي هتفتحها هتلاقي على الغطا جوه رقم مكون من 3 أرقام. كل يوم بيعلنوا في الأخبار عن الرقم الفائز. لو الرقم اللي معاك هو نفس الرقم اللي اتعلن عنه هتكسب مليون بيزو. مليون بيزو وقتها كان يساوي حوالي 40,000 دولار، وده مبلغ ضخم جدا في الفلبين. الناس بدأت تشتري بجنون، والعائلات كانت بتشتري بالكرتونة، وكل الناس بقت تدور على الرقم. في ناس باعت ذهب وفي ناس استلفت فلوس عشان تشتري كميات كبيرة. بيبسي من ناحيتها كانت فرحانة والمبيعات بتزيد والحملة ماشية زي الفل، بس للأسف الحلم ده كان بداية الكابوس. يوم 25 مايو الساعة 6 مساء اتذاع الرقم الفائز في نشرة الأخبار. الرقم كان 349. الناس اللي معاها الغطا اللي مكتوب عليه 349 خرجوا يجروا في الشوارع ويصرخوا من الفرحة. لكن بعد أقل من ساعة بدأت الفوضى. اللي حصل إن بيبسي عن طريق غلطة في الطباعة أو في قاعدة البيانات طبعت الرقم 349 على أكتر من 800 ألف إزازة. يعني بدل ما يكون فيه 2 فايزين بقى فيه مئات الآلاف فاكرين نفسهم كسبوا. والناس بدأت تتجمع قدام مكاتب بيبسي وآلاف الأشخاص وكل واحد شايل الغطا بتاعه، والهتافات بدأت احنا كسبنا ادونا حقنا ده غش. بيبسي ما كانتش مصدقة اللي بيحصل. حاولوا يشرحوا ان الرقم ده اتطبع عن طريق الغلط وان مفيش كود امني على الغطا يثبت الفوز، بس طبعا الناس ما قبلتش الكلام ده. في اقل من 24 ساعة بدأت المظاهرات والناس اتحولت من الفرحة للغضب ومن الغضب للعنف. في ناس حرقت شاحنات بيبسي في الشوارع. الايام اللي بعد الاعلان الكارثي ما كانتش عادية، المظاهرات بقت عنيفة اكتر والهتافات اتحولت لشتايم وناس كانت بترمي حجارة على مقرات بيبسي، وفيه اللي حاول يحرق مخازن وفيه اللي قرر يستخدم المولوتوف. الشركة خسرت عشرات السيارات والعمال بتوعها بقوا خايفين يروحوا الشغل، وفي بعض المناطق الموضوع خرج عن السيطرة تماما. اشتباكات في الشوارع ومواجهات بين الشرطة والناس وتهديدات يومية بتفجير مقرات الشركة. والمؤسف ان في اطراف بدأت تستغل اللي حصل وتحول الغضب الشعبي لفوضى شاملة. وفي المجمل الوفيات المؤكدة بسبب الأحداث دي وصلت ل5 أشخاص. ناس ماتت عشان رقم على غطا إزازة. الناس ما اكتفتش بالغضب في الشارع، الآلاف رفعوا قضايا ضد شركة بيبسي. في حوالي 22 ألف قضية اتقدمت ضد الشركة، بعضها كان بيطالب بالتعويض وبعضها كان بيطلب بس اعتراف بالخطأ. بيبسي حاولت تدافع عن نفسها وقالت ان الخطأ تقني وان الرقم اللي اتطبع مش مصحوب بالكود السري المطلوب للفوز، يعني تقنيا الغطا ما يستحقش الجايزة. لكن الناس ما اقتنعتش وكانت كل جلسة محكمة بتتحول لتجمع غاضب. وبعد سنين من النزاعات المحاكم قالت بيبسي مش مسؤولة جنائيا، لكن في إهمال واضح وفي قضايا تم كسبها جزئيا لصالح بعض المتضررين، وفي قضايا اتقفلت. رغم ان بيبسي ما دفعتش 800 ألف جايزة لكنها خسرت ملايين في الدفاع عن القانوني والتعويضات الجزئية وحماية المنشآت وحملات إصلاح الصورة. وعلى المدى البعيد صورتها في الفلبين تشوهت تماما. ناس كتير قطعوا منتجاتها وفي مناطق رفضت تبيع بيبسي أصلا. اللي حصل في الفلبين ما كانش مجرد خطأ طباعي ولا غلطة بريئة في إعلان، دي كانت كارثة إنسانية واقتصادية وإعلامية. قول لي انت بقى، هل اللي حصل كان مجرد صدفة ولا في اهمال متعمد؟ وازاي القصة دي بقت درس عالمي في علم ادارة الازمات؟ غلطة واحدة ورقم واحد كلف حياة ناس، وبيثبت ان لما الشركات تلعب بعاطف الناس عشان تكسب ممكن تكون النتيجة مأساوية. الناس في الفلبين لحد النهاردة بتفتكر الحادثة دي، ودي مش مجرد قصة غريبة، دي درس لازم العالم كله يتعلمه. ولازم احنا كمان نسأل نفسنا ليه بنصدق اي اعلان، وهل الشركات الكبيرة فعلا بتهتم بينا ولا كل اللي يهمهم هو الأرقام والمبيعات؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.